ومحدش بقى يقول لي استر والستر والكلام ده. ستر ايه؟ دي بقت فضيحه. بس هو يعني ايه فضيحه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم وانت جاي حضانه، انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. المواطنون البنفسجيون الشرفاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارف اني مقصر في حقكم جدا الفتره اللي فاتت، بس صدقوني كنت مشغول في شيء في غايه الاهميه. ابلع خد دي لو جاي منك فرها رزيق، انا الكاريزما انا الكبير جامد وشيك بطل تقيل غير زياده مني، وده بسطني اكتر شي عاجبني اني عاجبني عينك بصليه وبتراقبني، ارحمني شويه حلني يا ابني احنا جينا. طيب مبدئيا كده وقبل اي حاجه اللي معاه الفيديو يبعته، ما هو مش معقول البلد كلها تكون شافته وانا لسه، ومحدش بقى يقول لي استر والستر والكلام ده. ستر ايه؟ دي بقت فضيحه. بس هو يعني ايه فضيحه؟ كلمه فضيحه جايه من الثلاثي فضح، بمعنى كشف وأظهر، ومنها قول العرب زمان فضح الصباح الظلام، يعني الصبح لما جه كشف الظلام وأزال ستره. فكلمة فضيحة في ذاتها مش مقترنة بالخزي والعار، هي بس معناها إن كان في شيء مستور وإحنا أزلنا عنه الساتر ده. افتضح الأمر يعني اتكشف، ودي حاجة في منتهى اللذة. فكر فيها، سر محدش يعرف عنه حاجة، أو فعل خاص بين اتنين، أو مستندات سرية دي منظمات وفجأة انت تعرفها. منتهى اللذة. صح، السر انت مالكش علاقة بيه، ولا الاتنين اللي بينهم علاقة انت تعرف حد فيهم، ويمكن المستندات مش لدولتك اساسا، لكنك هتحس بلذة الفضيحة، وده اللي بيخليها تنتشر زي النار في الهشيم. انت ممكن ما تساعدش على نشرها ولا تتكلم عنها مع حد، لكنك برضه هتدور عليها وتعرفها، وده مش معناه انك وحش، بس له معنى تاني. تعال نعرفه. الناس زمان، لا زمان خالص، ما كانوش عايشين في بيوت ودول زي دلوقتي، كانوا ساكنين كهوف ومحاطين بالخطر من كل اتجاه، حيوانات مفترسة، فيضانات، مجاعات، خطر حقيقي. مش انت يا سيد الخطر بالنسبة لك هو الديدلاين؟ بصراحة معاك حق، هو يخوف. المهم، اشخاص عايشين في مكان زي ده رقم واحد في احتياجاتهم طبعا الامان. اديني امان ومش عاوز حاجه تاني، انا هعرف اجمع فاكهه واصطاد غزلان واتكاثر وبحله. عشان كده كان لازم يكون عارف كل حاجة بتحصل حواليه. فلان سرق من مخزون فلان، لازم نعرف عشان نحرص منه. قبيلة اعتدت على التانية، لازم نعرف عشان نعمل حسابنا. الفضيحة زمان كانت وسيلة للبقاء، تكشف الخارج عن القانون، تحافظ على السمعة. ومن هنا بدأ مخنا يربط بين الفضيحة والأمان الشخصي. كل ما تعرف عن الشخص معلومات أكتر، كل ما تبقى في أمان منه. اقسم بالله اجيبك بلبوس. ودلوقتي وبعد آلاف السنين مخنا لسه زي ما هو بيشوف الفضيحة على إنها حاجة مهمة جدا في حياتنا. أول ما نعرف سر معين أو نكشف سر شخص مثلا، يتفرز جوانا هرمون السعادة ونحس بمتعة ولذة. مخك بيكافئك زي زمان انك عرفت سر، لكن زمان ده كان ممكن فعلا يحميك، اما دلوقتي انت بره اللعبة اصلا. انت مالك يا سيد فلانة تسرب لها فيديو ولا ما تسرب لهاش؟ خلاص بقى انت اكتشفت الغمض والمثير بقى خلاص. 2007 في جامعة كاليفورنيا العلماء جابوا بعض المتطوعين وحطوا قدامهم شوية اخبار، منها اخبار محايدة ومنها فضايح وحاجات مخلة بالاخلاق، وطلبوا منهم يقرأوا، وبدأوا يفحصوا نشاط مخهم وهم بيقرأوا الأخبار دي. لما الأشخاص دول كانوا بيقرأوا الأخبار المحايدة مفيش تغييرات واضحة كانت بتحصل في مخهم، أما لما بدأوا يقرأوا الفضايح اتنشط في مخهم الجزء اللي بينشط لما تنجح في حاجة معينة أو حد يديك مكافأة. والأغرب إن كل ما الشخص ده كان مشهور أكتر، كل ما الجزء ده اتنشط أكتر وحسيت بالسعادة أكتر. وكأن مخك بيقولك الشخص العظيم المشهور ده ما طلعش كامل ولا حاجة، أنا أحسن منه في الحتة دي. عارف يا سيد، الفضايح بالنسبة لمخنا عاملة زي حتة الشوكولاتة، مش هتدمنها لكنك مش مدرك لخطورتها، فهتفضل تطلبها وتدور عليها. بس لازم تعرف انك مش هتستفاد حاجة لو عرفتها غير متعة وهمية مؤقتة. بدل حتة الشوكولاتة اللي ممكن تضرك بتفاح، اقرأ قصة أو رواية. على فكرة دماغك هيستجيب بنفس القدر لو عملت ده. قلل من السوشيال ميديا والريلز، الحاجات دي بتخلي مخك يدمن السعادة السريعة. بدلها بكتاب أو نقاش أو حتى فيلم. ولو عندك فضول تعرف حاجة معينة، حاول تخلي فضولك ده صحي، بدل ما تدوري هو سابها ليه وكان بينهم مشاكل ايه. ابحثي وتعلمي عن أسباب الانفصال واللي ممكن يهد العلاقات. الفضول شيء مهم جدا،
وبيه بنبدأ حياتنا ونستكشف العالم من حوالينا. مش مطلوب مننا نلغيه، لكن نحول اتجاهه لشيء ينفعنا. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تسيب كومنت عشان اعرفك يا سيد، وتقول لي تحب الحلقة الجاية عن ايه. وما تنساش تدوس لايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة. وبس، سلام.